السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم على اهم فيتامين، وهو المسؤول عن جمال البشرة وعن شبابها، لانه مضاد للأكسدة وبيقضي على الخطوط الرفيعة، وكمان بيشيل التجاعيد، وكمان بيشيل اي حاجة قشور اي حاجة، لانه بينعم البشرة جدا. وهنقول الفوائد بتاعته كلها دلوقتي. لان فيتامين ايه من العناصر المهمة جدا جدا جدا. بيحافظ على العناية بالبشرة، كمان بيحافظ على المنطقة اللي هي حوالين العين. اولا يا حبايبي، لانه كمان بيفتح لون البشرة وبيجدد الخلايا ومحيط العين، كمان بيزيل التجاعيد، كمان مسمن للخدود. الناس اللي عايزة خدودها تبقى فيها ما فيهاش تجاعيد ومنفوخة كده وحلوة، بدل ما تروحوا تعملوا بوتوكس وحاجات من اللي هي الغالية بره. لا، احنا هناخد فيتامين اي هندهنه، وهناخد منه كمان حباية كل يوم، اللي هو بيبقى 400 جرام، اللي هي الحباية الصغيرة مش الحباية دي، لأنه حلو جدا جدا، بيوحد لون البشرة، كمان بيخلصنا من الهالات السوداء تحت العين، لأنه فعال جدا. كمان بيشيل التشققات اللي في الجسم بالنسبة للواحدة الحامل، بيشيل التشققات اللي بتبقى موجودة في البطن أثناء الحمل، لأن انتوا عارفين طبعا ان بيبقى فيه تمدد للبطن في الوقت ده، فده بيشيل الحاجات اللي بتبقى تمددات في البطن وتشققات في البطن. كمان بيخلصنا من السواد اللي تحت العين، بينشط الدورة الدموية، بيزيد من امتصاص الزيوت دي للبشرة عشان تستفاد منها. انتوا تقدروا ان انتوا تاخدوا حباية وتقدروا تدهنوها على البشرة بالليل قبل النوم، حلو جدا على الرقبة، بيديكي تجديد للبشرة، تجديد للجلد، بينشط الدورة الدموية وبينعمها وبيخليها زي بشرة البيبي بالظبط. الكبسولات المناسبة ديت لجميع أنواع البشرة حلوة جدا، لأن دي كبيرة، بتقدري ان انت تاخدي منها وتدهني البشرة كلها بالرقبة. الحباية كبيرة وفيها كمية حلوة مناسبة جدا. كمان يا حبايبي بتقدري ان انت تفرغيها على كريم مثلا عندك مرطب، بتحطي عليه الحباية دي. تقدري ان انت تدهنيها لوحدها من غير كريمات. هو مفيد جدا، بيجدد البشرة، ده ما نقدرش نستغنى عنه ابدا ابدا، خليه عندك على طول، لازم يكون متواجد معاكي في بيتك، لان ده اكتر حاجة مناسبة رخيصة، هتحافظ لك على البشرة، هتجدد الخلايا بتاعتها، هتخليكي كمان ان انت تقدري تحافظي على ان الجلد على طول يتجدد. كمان يا حبايبي المنطقة اللي حوالين العين من السهر والإرهاق بتاعنا بتبقى مجهدة جدا، حواليها تجاعيد، حواليها اسمرار، ده هيضيع الحاجات دي كلها، لأنه بيجدد المنطقة دي وبيجدد الجلد كله. يعني احنا ممكن نجيب طبق كده وهنفرغ حباية من الحبوب دي، لانها كبيرة هتديكي كمية حلوة، تقدري ان انتي تحطيها على بشرتك، هتفضيها كلها كده. شوفي بصي الكمية اللي نازلة منها، الكمية اللي نازلة منها حلوة جدا جدا، بيسمن الخدود. عايزه خدودك كده تبقى منفوخه واكنك عامله فيلر وبوتوكس زي بره، هتقدري ان انت تعمليها في البيت، هتدهني خدودك وتسيبيها، هيوحد لك لون البشره، هيخليها كلها موحده. لانه بيحتوي على زيوت قوية جدا، جميلة جدا للبشرة وللجلد عموما. هتبدأي ان انت تدهنيها على بشرتك، على رقبتك، حلوة جدا جدا، ما تخافيش، هو مش بيلزق ولا حاجة، هو بس اللزجة بتاعته تقيلة شوية، بس بتدهنيه وبتسيبيه، هيجدد لك الجلد بتاعك جدا، وهيخلي كمان مفيش تجاعيد، مفيش اي اثار لان انت بشرتك تكبر في السن. بالعكس، هتحسي ان انت بشرتك زي البيبي بالظبط، ما بتكبرش. بشرتك حلوة دايما نضرة، لانها بتتجدد مع الفيتامين ده. عشان كده حبايبي احنا لازم نستخدمه باستمرار ونحافظ عليه، لانه فعلا جميل جدا، من الحاجات المهمة جدا 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 اللي احنا لازم نحافظ عليها، لانه كمان بيجدد الخلايا بتاعت البشرة وبتاعت الجلد عموما.
كمان بيفتح لونها وبيوحد اللون، بينشط الدورة الدموية زي ما احنا قلنا. عشان كده حبايبي لازم نستخدمه، لانه حاجاته رخيصة، يعتبر سعره معقول بالنسبة لفيتامينات كتير بره احنا ما بنقدرش نجيبها من اسعارها. كمان عشان نروح نعمل فولر او بوتوكس بره، ده بيعمل اسعار عالية جدا جدا، احنا طبعا في غنى عنها. كمان حلو جدا يا حبايبي للرموش، تقدري تدهني بيه الرموش بتاعتك، هيطولها هينعمها، هيخلي الرموش بتاعتك تطول ما تقعش، بيحافظ على صحة الجلد جدا جدا. كمان بيقلل من خطر الإصابة اللي هو أشعة الشمس، لما تبدأ تسمر بشرتك لما تدهني منه هيضيع لك أي آثار للإسمرار أو ناتجة عن أشعة الشمس الضارة ديت، لأن انتوا عارفين الشمس بتبقى مضرة جدا جدا للبشرة. وعشان كده عشان نحافظ عليها لازم ان احنا ندهن بشرتنا. ان شاء الله يعني تعملوها 3 مرات في الأسبوع، تدهنوا تجيبوا كبسولة كده تفضوها وتبدأوا تدهنوا بيها البشرة في اتجاه واحد زي ما انتوا شايفين، علشان بشرتك تتجدد، تبقى دايما فيها نشاط، فيها حيوية، التجاعيد دي تختفي خالص. وكمان يا حبايبي لازم ان احنا لما نحطه لازم قبل ما ندهنه نكون غاسلين بشرتنا كويس، منشفينها كويس من المية، وبعدين نبدأ ندهن دهنة بسيطة كده زي ما انتوا شايفين، ونسيبه على بشرتنا علشان يبدأ يمتص الجلد بتاعنا ويستفيد منها، ويستفيد من العناصر اللي موجودة في الزيت ده لأنها مهمة جدا. ويا رب أكون وصلت لكم معلومة مفيدة هتنفعكم، وهتحسوا ان انتوا بشرتكم اتجددت وبقت حلوة جدا، مش هتحتاجوا لأي حاجة تانية مع كريمات مرطبة. والسلام عليكم ورحمة الله.